الله الله، تخيلوا معاي انكم تدخلون البيت وفجأة تحسون انكم بقلب مراكش، راح تحسون بالأصالة والفخامة والدفء والروح الشرقية. ايش رايكم ننقل سحر الديكور المغربي إلى بيوتنا الخليجية؟ خلكم معاي. مرحبا، أنا أنفال عبيدلي، مالكة شركة أستيتيك ديزاين لتصميم الديكورات الداخلية. متابعة فيديوهاتي راح أساعدكم على حل مشكلاتكم في التصميم الداخلي، وأنا أضمن لكم أنكم راح توصلون لأفضل نتيجة ممكنة. خلوني أول شيء أتكلم عن بيوتنا الخليجية. إحنا كخليجيين نعيش في منطقة جدا حارة ونعمل لساعات عمل جدا طويلة، فلذلك تتميز بيوتنا من المساحات الكبيرة، وحتى التصميم الداخلي اللي نصممه داخل البيوت دائما يكون بالألوان المحايدة والمريحة للعين. ولكن في بعض الأحيان ممكن نحس بالملل، فايش رايكم ننقل سحر الديكور المغربي لبيوتنا الخليجية؟ خلوني أقول لكم شلون. ممكن نستخدم بعض اللمسات من التصميم المغربي على الجدران أو على الأرضيات أو حتى باللوحات والإكسسوارات. يعني ممكن نحتفظ بطريقة اختيارنا للأثاث بالمساحة، ولكن نضيف عليها بعض اللمسات المغربية. مثلا ممكن نستخدم كوشيات ملونة فيها تطريز مغربي يدوي، أو ممكن نستخدم اللوحات والمرايا المزخرفة أو حتى الثريات. غالبا بالبيوت الخليجية راح نلقى فيها الرخام، فنقدر نطعم الأرضية بسجادة مميزة فيها ألوان وزخارف مغربية. أما عن الستائر والوسائد، يفضل أن تكون الوسائد جدا مريحة فيها تطريز مغربي أو ذات ألوان ونقوش مغربية، والستائر تكون ثقيلة حسب التصميم المغربي. ونقدر نضيف على المساحة فوانيس مغربية بحيث أن نستفيد من جمال الضوء والظل اللي ذكرت لكم بالفيديو السابق، تقدرون ترجعون له، تكلمت عن الإضاءة بالتصميم المغربي. طيب التصميم المغربي فيه زخارف ونقوش. احنا كخليجيين نفضل الأثاث تكون قواعدها ناعمة، ما تكون في زخارف ثقيلة وتفاصيل دقيقة، على عكس التصميم المغربي. فنقدر نستفيد من هذه التفاصيل والقواعد الخشبية للأثاث في حال إذا احنا أضفنا التصميم الداخلي المغربي في الديوانيات والمجالس الرسمية. أما في غرف المعيشة يفضل أن يكون الأثاث مريح مع إكسسوارات مغربية. نقدر نستفيد من النمط المعماري المغربي داخل مساحاتنا، يعني نستفيد من جمال الجدران المغربية داخل مساحاتنا. ممكن نضيف أقواس، ممكن نضيف إضاءات مخفية، ممكن نضيف زخارف إسلامية أو أمازيغية تراثية. وأنا أنصح أنكم تستخدمون الأرابيسك كفواصل بصرية بين المساحات، بحيث يحدد لي وظيفية المساحة وبنفس الوقت يعطينا الطابع المغربي الفريد من نوعه. أما عن الفسيفساء المغربي نقدر نستخدمها بأرضيات أو الجدران. بهالطريقة احنا استغلينا جمال جدران النمط المغربي ودخلناه على بيوتنا الخليجية مع الاحتفاظ بالراحة اللي احنا نحتاجها. أما بالنسبة للإضاءات، مثل ما أنتم عارفين إن إحنا كخليجيين نحب الثريات الفخمة والكريستالية، نقدر نضيف في بعض الزوايا الفوانيس، ممكن تكون أرضية أو على الطاولات الجانبية، أو إذا كان في مجال نقدر نحطها بالزوايا كفوانيس معلقة، بحيث إن إحنا نستفيد من جمال الإنارة اللي تطلع من الفوانيس والظل اللي يزخرف لنا الجدران. أما بالنسبة للإكسسوارات فهذه لعبتنا إحنا الخليجيين، نحب الإكسسوارات ونحب المرايا ونحب أيضا النباتات. هذا كله نقدر نستخدمه ونخلي الطابع المغربي يكون مميز داخل مساحاتنا الخليجية. يعني بهالطريقة احتفظنا بالأثاث المريح اللي احنا نحبه، بس بنفس الوقت زينا وطعمنا المكان بالطابع المغربي. خلوني أقول لكم على تip مغربي صغير. التصميم المغربي يحب الزجاج الملون. تدرون لو إحنا نستخدم الزجاج الملون داخل مساحاتنا اللي يكون فيها إضاءات طبيعية راح تعطينا شكل مميز داخل المساحة. بهالطريقة راح تستمتعون بجمالية التصميم ما بين الستايل الخليجي والستايل المغربي. التصميم المغربي مثل ما نقدر نضيفه على مساحاتنا، نقدر نستخدمه أيضا بمناسباتنا، وخصوصا بالمناسبات الإسلامية هي عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيضا نقدر نستخدمه بالمناسبات الاجتماعية مثل الأعراس أو أعياد أخرى.
طيب التصميم المغربي بأي مساحة نقدر نستخدمها داخل بيوتنا. مثل ما انتم عارفين بيوتنا الخليجية فيها مجلس أو اللي احنا نسميه بالكويت الديوانية، وفي عندنا صالة استقبال غير غرفة المعيشة وغير غرف النوم وغرفة الطعام. المجلس أو الديوانية تكون غرفة كبيرة نوعا ما معزولة بطرف البيت، تكون للرجال فقط. أما صالة الاستقبال اللي نستقبل فيها الضيوف المهمين سواء من العائلة أو من خارج العائلة، ونقيم فيها مناسباتنا الاجتماعية، غير عن غرفة المعيشة اللي هي تعتبر الصالة اليومية اللي العائلة يقعدون فيها. التصميم المغربي يكون جدا مميز إذا استخدمناه بالديوانية، لأن الديوانية غالبا تكون جلساتها منخفضة، وهذا ينطبق على التصميم المغربي. لذلك الديوانية راح تكون جدا مميزة إذا كانت فيها تفاصيل مغربية. وممكن لصالة الاستقبال نحط الجدران المغربية مع الإكسسوارات المغربية وندمجهم كلهم مع فخامة الأثاث الخليجي. أما عن غرف المعيشة وغرف النوم، ممكن إحنا نستخدم بعض التطعيمات بالإكسسوارات المغربية والإضاءات المغربية، وبهالطريقة إحنا حققنا أعلى درجة من الرقي والتصميم الفريد المغربي. التصميم المغربي مو بس داخل بيوتنا نقدر نستخدمها حتى بالشاليهات أو بالمصيف أو بالأماكن الثانية اللي نملكها. فإذا انتم توكم تشوفون هذا الفيديو عن طريقة دمج الستايل الخليجي بالمغربي، تقدرون ترجعون للفيديو السابق عن أسرار التصميم المغربي وتستفيدون من طريقة تطبيقه داخل المساحات. باي.